يا صباح الفل على أجمل متابعين في الدنيا. معاكم سالي نبيل، والنهاردة بقى عندنا فيديو استثنائي، فيديو حلويات المولد. الحلويات القمر دي كلها هنعملها النهاردة مع بعض. تعالوا بقى نشوف المكونات ايه. عندنا حمص طبعا عشان نعمل بيه أحلى حمصية. الحمص ده متقشر وبيجي جاهز كده، هو متقشر اللي هو الكيس حوالي 200 جرام. الحمص مش محتاج ان احنا نحمصه او اي حاجة، هو هنستخدمه زي ما هو كده. وده سمسم، وانا جايباه برضو متحمص جاهز، لكن لو انتي هتجيبيه مثلا من النوع الابيض لازم تحمصيه شوية كده في الفرن او على البوتاجاز من فوق، زي ما هنحمص الفول السوداني دلوقتي. وده برضو ربع كيلو من الفول السوداني انا قشرته، وطبعا هنحمصه مع بعض. انا جايبه اربع يا جماعه، واللي عايز بقى يزود الكميه او يضاعفها براحته. اي ربع كيلو من اي حاجه عليه نص كوبايه سكر، وعليه ربع كوبايه ميه. ده الربع كيلو، يعني دي مقادير الربع كيلو. معانا كمان عسل جلوكوز، هنحتاج معلقه واحده. ومعانا فانيليا برضو هنحتاج نص معلقه صغيره. كده بدأنا نحمص الفول السوداني شويه عشان نطلع منه اي رطوبه. تمام، هو لونه كده بقى كويس جدا، حلو كده. نقلته في الطبق بقى، لان الطاسة دي هنستخدمها مع كل الحاجات اللي معانا دلوقتي، واحدة واحدة هنعملها. اول حاجة هنحط فيها السكر، زي ما قلت لكم هو نص كوباية سكر، بس انا مزودة شوية لان الكوبايات بتاعتي صغيرة حبة. وربع كوباية مية. هنقلبهم. وقبل الشربات بتاعنا دوت ما يغلي هنكون محضرين بقى مفرش سيليكون عندك، كيس بلاستيك اللي يعجبك يعني. انا هنا فتحت شنطة من الشنط البلاستيك لان انا ما عنديش مفرش سيليكون، ودهنتها زيت، ولازم دي تبقى متحضرة قبل اي حاجة. هنا بضيف للشربات بتاعنا حوالي كده ذرة ملح وذرة ملح ليمون، حاجة صغيرة خالص قد بذرة الليمونة كده. وشوية فانيليا برضو صغننين خالص، نقطتين 3 مش اكتر. واسيبهم بقى يغلوا مع بعض. وطبعا اضفت معلقة عسل الجلوكوز، سبتهم يغلوا مع بعض. طب هنسيبهم لغاية امتى؟ في اختبار كده بنعمله ونعرف اذا كان هو وصل للدرجة اللي مطلوبة ولا لا. بناخد نقطتين كده ونحطهم في مية متلجة. لو النقطتين دول سايحوا في قلب المية، يبقى كده لسه هو ما استواش قوي او لسه ما وصلش للدرجة اللي احنا عايزينها. لكن لو النقطتين دول بدأوا يكلكعوا كده حوالين نفسهم ويعملوا تجمع حوالين نفسهم، كده يبقى هو استوى. انا لما عملت الاختبار اول مرة ما كانش لسه استوى او وصل للدرجة اللي احنا عايزينها. دي تاني مرة هنعمل له برضو نفس الاختبار. حطينا نقطتين كده في مية ساقعة، لقيت ان هو بدأ يكلكع حوالين نفسه جوه المية، اهو بدأ يبقى قطعة كده مع نفسه. كده يبقى وصل للمرحلة اللي احنا عايزينها. هنبدأ بقى نشتغل بيه. واول حاجة هنبدأ بيها هي الحمص. طفيت النار خلاص. وبعد كده هنزل الحمص ونقلب كويس جدا. ولازم يا جماعة التقليب والشغل كله يبقى يعني والحاجة لسه سخنة، لان ده لو برد الحاجة هتقفش في بعض وهتقفش في الطاسة ومش هتطلع. فلازم كده كله وهو سخن. قلبناه في بعضه، طبعا بدأ يلزق اهو في بعضيه. هننزله بقى على الكيس البلاستيك اللي انا فتحته ودهنته زيت. ولازم اي حاجة نتعامل بيها
مع حلويات المولد لازم ندهنها زيت، لان حتى لو هنستخدم سكينة هنستخدم اي حاجة مفرش سيليكون برضو لازم ندهن زيت. تمام كده، انا نزلت كل الحمص من الطاسة وهبدأ كده اساوي الحروف بتاعته طبعا بالمشمع اللي انا جايباه او الكيس البلاستيك اللي انا فتحته ده. الشنط اللي من النوع ده اللي انا فتحتها بتبقى اقوى شوية من كيس التلاجة مثلا اللي احنا بنحط، او كيس السندوتشات دي اقوى شوية، حتى سهلت معايا الشغل اكتر. كده انا سويته من كل الحروف بتاعته. هنبططه بقى لغاية لما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها او يعني السمك اللي احنا محتاجينه. تمام كده. طبعا هي كلها سخنة يعني، وانا بشتغل فيها دلوقتي هي لسه سخنة، لكن طبعا لازم اعملها دلوقتي علشان لو سبتها تبرد هتقفش ومش هترضى لا تتفرد ولا تتني ولا تتقطع حتى. جبت بقى الكيس البلاستيك ده وقلت ادهنه زيت علشان احطه على الحمصية وانا بقطعه. طبعا لان لو استخدمت السكينة ممكن ان هي تقعد تلزق فيه وتقطعه تاني وشكله يعني يتبهدل، فقلت لا كده احسن. اي حجم انتوا محتاجينه بقى، كل واحد يقطعه زي ما يحب، الكبيرة الصغيرة براحتكم. هي سهلة على فكرة، هي ما نشفتش، بس انا عشان اوزن السكينة وتنزل كلها زي بعض في نفس السطر يعني. نقطعها بقى بالطول. تمام كده. انا بقى مش هحركها من مكانها دلوقتي خالص، انا هسيبها في مكانها كده لغاية لما تبرد شوية. بعد كده بالكيس البلاستيك اللي هي عليها احطها على صينية وانقلها للتلاجة. نفس الخطوات اللي عملناها في الحمص هنعملها برضو للسوداني. برضو السكر وعليه المية وعسل الكلوكوز معلقة واحدة كبيرة. العسل موجود عند اي حد بيبيع اللي هو مستلزمات الحلويات، او حتى ممكن العطار. ولو مش موجود خالص ممكن عسل نحل عادي. ذرة ملح وذرة ملح ليمون صغننة جدا عشان طعمها ما يبانش يعني، بس ليها تأثير كويس. هنفتح بقى البوتاجاز ونحط عليه الطاسة لغاية لما مكوناتنا دي كلها تدوب مع بعض وتغلي. كل الحاجات بتتعمل بنفس الطريقة دي، الحمصية والفولية والسمسمية والبندقية، اي حاجة عايزين تعملوها بتتعمل بنفس الطريقة دي. برضو دهنت الكيس البلاستيك تاني بشوية زيت وحضرته قدامي، وهنعمل بقى الاختبار ونشوف كده الشربات وصل للمرحلة اللي احنا محتاجينها ولا لسه. شوية مية من التلاجة مع نقطتين، وهنشوف كده هل هيكلكعوا حوالين بعض ولا هيدوبوا في المية ومش هيبانوا خالص. لا هم تمام كده، كده وصل المرحلة اللي احنا محتاجينها. هنحط بقى الفول السوداني ونقلب زي ما اتفقنا كله وهو سخن. هفرده بقى عشان اعرف اقطعه على طول وهو سخن.
نساوي كده الاطراف. هنا بقى قفلت عليه بالكيس البلاستيك وسبت كده براح شوية علشان لما ادوس عليه بالنشابة يتفرد معايا بالسمك اللي انا عايزاه، يعني انا مش زنقة عليه قوي. تمام كده. هو طري طبعا فهو بيتفرد بسهولة جدا. هدهن كده حتة من الكيس بالزيت بحيث ان انا اقدر ادوس عليه بالسكينة واقسمه قبل ما يبرد. مجرد ان انا اقسمه بس، لكن مش هقدر انقله دلوقتي. بأي حجم بقى احنا محتاجينه يعني. كده انا قسمته ومش هنقله من مكانه دلوقتي، هسيبه لما يهدى خالص، وبعدين بنفس الكيس بلاستيك بتاعه دوت هروح مودياه على طول على صينية في التلاجة. السوداني جامد شوية وهو بيتقطع. معلش المرحلة دي اللي هي التقطيع التاني ده لما خرجته من التلاجة كان مسك نفسه شوية يعني، وحطيته مع الحمص اللي كان في التلاجة من الأول. ده بقى السمسم انا عشان ما اطولش عليكم عملت له نفس الشربات برضو بتاعهم بتاع الحمصية والفولية وحطيته عليهم، وبرضو هفرده بنفس الطريقة. السمسم سهل شوية في فرده، لكن هو بيحتاج شربات اكتر يعني بنسبة معلقة سكر واحدة، يعني مش كتير يعني. لكن هو علشان حجمه صغير فهو بينفش، وحتى بيدي كمية اكبر من الحمصية ومن الفولية. هبدأ كده برضو اسوي الاطراف بتاعته وهو سخن، فبيبقى طيع معايا قوي، يعني بيبقى سهل جدا ان انا اشكله. هقفل عليه برضو واعمله بالنشابة، هي بتسهل عليا كتير وخصوصا ان هو سخن يعني. تمام كده. ولو عايزاه سمك رفيع شوية يبقى نسيب براح في الكيس واحنا بنقفل عليه علشان يفرد معانا. تمام كده. المرحلة التانية ان احنا بنجيب برضو مسحة زيت على نفس الكيس من الجنب كده، ونقفل عليه ونقطعه وهو تحت الكيس. موضوع بسيط جدا وسهل جدا عمايله يعني. نقول تاني كده للمرة الأخيرة، الربع كيلو من أي محمصات احنا عايزينها بياخد نص كوباية سكر، ربع كوباية مية، معلقة عسل كلوكوز، شوية فانيليا صغيرين، وذرة ملح وذرة ملح ليمون، مش أكتر من كده. وعرفنا دلوقتي ازاي بنسيحهم كلهم مع بعض. نحط كل المكونات في الطاسة لغاية لما تغلي، وعرفنا الاختبار اللي بيتعمل علشان نتأكد ان هو وصل للمرحلة اللي احنا عايزينها. وبلاش يا جماعة نسيبه لغاية لما يغمق لونه، الشربات ما بيغمقش اللون بتاعه، لان ده معناه ان هو كده هيدينا مرارة في الطعم. وبس كده خلصنا. وادي الصينية بتاعتنا، شكلها جميل جدا وطعمها طبعا روعة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات،
وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. ميرسي جدا لمتابعتكم. باي باي.